البالغة من العمر 18 عاما لم تكن تعلم وهي ترافق زميلاتها في سفرة مدرسية إن أجلها قد حان، لتتحول لحظات الابتهاج التي كانت تقضيها مع زميلاتها إلى تراجيديا مروعة تنهي حياتها. كاميرا السومرية وصلت إلى مكان الحادث واستطلعت آراء والد إحدى زميلات الطالبة التي عزت هذا الحادث إلى إهمال المشرفين وعدم توفير إجراءات الأمان في اللعبة بالشكل المطلوب. بلغت مراقب اللعبة، قالت له هذا الكرسي اللي احنا راح نصعد بيه ترى مكسور، فقال لها يعني ماكو اشكال بيه، صعدوا لا تخافون من عنده. من بدت اللعبة انفتح القفل الأمان اللي موجود بالكرسي، فهي على قوتها ظلت مستندة على ايديها، انهم ظلت متشلبة فقط لكن بدون حماية بدون امان. كان المفروض بالعامل او من ادارة مدينة الالعاب انه يكون عندها علم وصيانة بالالعاب مالتهم، خصوصا هذه العاب خطرة، ارتفاعات عالية، سقوطها يؤدي الى الموت. لكن للاسف الشديد كان يوم هذه الطالبة المسكينة هو أسرع من أنه تتخذ إجراءات الحقيقية بمدينة الألعاب الناصرية. تفسير آخر للحادث رواه مدير مدينة الألعاب: جهاز مؤمن بأقفال وأحكام، أي كرسي يكون بعطل أو أي شيء غير صالح للاستعمال، الجهاز الكنترول ماله ما يشتغل. بس البنية تقيأت، فرغت من نفسها قبل تشغيل الجهاز، فقبل لا يشتغل بثواني الجهاز فتحت حزام الأمان، تصورت الأرض قريبة فرادت تنزل فسقطت على وجهها البنية وانتقلت إلى رحمة الله. احنا بتواصل ويا عائلة الفقيدة، وإن شاء الله باكر احنا شكلنا وفد راح لزيارة عائلة الفقيدة، واحنا إن شاء الله بتواصل معاهم. وفي قرار تم اتخاذه بعد فوات الأوان، وجهت مديرية تربية ذي قار بوقف جميع السفرات المدرسية إلى مدينة ألعاب الناصرية لحين انتهاء التحقيق في مصرع الطالبة بما لا يزيد من الحوادث في لعبة قد تسمى لعبة الموت. مزيد من الحوار حول